مساء الخير. اليدان اللتان رفعتا الكاميرا 7 سنوات أصبحتا اليوم طليقتين تحت تراب ميفدون بجوار شتول تبغ تحرس علي شعبان. على أرض أكثر مجدا توارى علينا، وغاب ذاك الصبي الأسمر الحاضر لكل شيء حتى للموت، كأنما لمحناه يغطي مأتمه اليوم لشدة حرصه ومواظبته على عمله. كان داخل كل عدسة وفي عيون المصورين الدامعة. عثرنا عليه في ساحات ضيعته وأزقتها التي شهدت طفولة كالرجال. كان يلهو سعيدا بعرس كالجنازة، بمأتم دعا إليه علي كل أحبائه من أول القرية إلى آخر السهل. بدأت رحلة علي باكرا كعادته، فوصل إلى قناة الجديد 8 صباحا تماما كما يأتي كل صباح، ومن هنا بدأت المسيرة الأخيرة نحو ميفدون. مات علي شعبان شهيدا كما تمنى، لكن وجهة عدوه اختلفت من الجنوب إلى الشمال، فقضى على يد جيش ما خاصمه علي يوما. وجهة القتل كانت تقضي بالإجهاز على الثالوث الصحفي حسين خريس، عبد خياط وعلي شعبان عبر رشق غزير استمر أكثر من 2 ساعات. وعندما تجري تصفية الصحفيين الثلاثة تنسج رواية عن الإرهابيين الذين يقتلون بلا رحمة ومن دون تمييز، ولا يبقى شاهد على الجريمة بعد قتل المجموعة الصحفية، وترسخ لدى الناس رواية النظام عن مسؤولية الإرهابيين، غير أن نجاة حسين خريس وعبد خياط جاءت لتغير المعادلة المرسومة. وقاوم الزميلان أكثر من 2 ساعات قبل أن ينشرا الخبر اليقين. تظهر تلك الطلقات الكثيفة على سيارة الجديد إرادة التصفية وعزيمة ذاك الضابط السوري المرابط على الحدود بضرورة محو أي صوت نابض قد يروي ما حدث، لكن يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. إذن تلفزيون جديد أصبح لدى الإعلام السوري جهة مأجورة متورطة في مشروع صهيوني يستهدف الأمة. ونحن في نظر هذا البودكاست المسمى تلفزيون دنيا عملاء بعيدون من كل أخلاقيات المهنة، وتلك إهانة من تلفزيون لن تقوم له لا دنيا ولا آخرة. فمن ينسى اسم شهيدنا علي شعبان هو على استعداد لنسيان تاريخه وتاريخنا المعمد بالدماء. وقبل أن تطبق سوريا خطة كوفي أنان، بات لزاما عليها اليوم أن تطبق أفواه هذه المحطة التي ترشح غباء يسيء إلى الحل. وماذا تقول الدنيا عن كلام نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي شاطرنا الحزن وأشاد بمهنيتنا المعهودة؟ هو بيان صدر بالأمس، لكن بعض إعلام سوريا يعيش على ساعة عقاربها إلى الخلف.